على ضفاف النيل العظيم حيث بدأت حكايات المجد وقفت مصر شامخة. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. من آلاف السنين وقبل ما التاريخ يكتب أول سطوره كان النيل هو شريان الحياة، لكن الطمع كان دايما بيحوم حوالين أرضنا الطيبة زي الغربان. من قلب الصحاري الجافة ومن وراء البحار البعيدة اتجمعت جيوش جرارة عيونهم على خيرات مصر. كانوا بيسمعوا عن أرض الذهب والخصوبة وحلموا إنهم يطفوا نورها. وصل الخبر للقصر الملكي، فقام الفرعون الشاه خوفو الثاني حامي حمى البلاد. جمع القادة والكهنة الكبار في اجتماع سري تحت ضوض المشاعل. صوت الفرعون كان زي الرعد وهو بيقول: النيل خط أحمر، واللي يفكر يقرب منه مصيره الهلاك. الكل أقسم على الولاء وبدأت الاستعدادات لأعظم حرب في تاريخ المملكة. الجيش المصري بقواته البرية والبحرية اتحرك زي السيل على طول ضفاف النيل. كانوا رجالة قلوب حديد اتربوا على حب الأرض دي ومستعدين يموتوا عشانها. الأعداء كانوا هاكرينها نزهة، لكنهم اتفاجئوا